أبو لهب وحمالة الحطب. ميركل حاملة البيرة استقبلت ملايين اللاجئين العرب والمسلمين، ونجد أردوغان حامل القرآن طرد ملايين العرب والمسلمين من سوريين وغيرهم، وأرسل 500 ألف مخرب إلى سوريا من أجل قتل ملايين السوريين واحتلال بلدنا حلب وإدلب وعفرين وغيرها. هناك فرق يا سيدي بين حامل البيرة وحامل القرآن. إذا كان هناك إله يحب الأخلاق سيزكي صاحبة الأخلاق. ميركل حاملة البيرة بالطبع، ليس حامل القرآن. وتجارة الأديان لا تحتاج إلى رؤوس أموال، لا، تحتاج رؤوس فارغة، وهي التجارة الوحيدة المضمونة في العالم، لأن الزبون لا يستطيع أن يموت ثم يعود ويقول لك أنت واحد كذاب دجال، حقك صرماية، حقك نص فرنك. لماذا تدجلون؟ أليس حامل القرآن في هذه الصورة هو الفاتح؟ لماذا لا تبقون عند الفاتح؟ ولكن نسألكم، ماذا فتح؟ فتح مؤخراتكم بالخازوقات، خازوق رايح وخازوق جاي، لم يفتح إلا مؤخراتكم 400 سنة وهو يفتح مؤخراتكم في العالم العربي والإسلامي. نعم، يعني لولا العلمانية التركية لبقيت تركيا تتداوى بالخازوقات وتتعالج بالخازوقات، وخازوقات رايحات وخازوقات جايات. علق مشانق الأشراف العرب، علق مشانقهم في المرجع في سوريا، نعم، جعلهم السفاح، تذكرون جمال باشا السفاح، وفي الحمرة في بيروت، نعم. راح السوريون والعرب في دمشق رفعوا الخازوق في وسط المرجع الآن، ورسموا له خازوق في وسط المرجع ويفتلون حوله ويبرمون حوله ويتباركون بالخازوق العثماني. أمة مغيبة جاهلة. إذا تعتبرون هذا الرجل الذي في الصورة هذا الرجل السيء فاتح، لماذا تركضون كالجرذان تهربون من تركيا إلى اليونان، نعم، إلى بلاد الإغريق وإلى هولندا وألمانيا والنرويج والدنمارك وغيرها؟ ابقوا يا أخي عند الفاتح، خليكم عند أردوغان الفاتح. أليس فاتح؟ أليس سلطان المسلمين؟ منطقة الفاتح في تركيا على فكرة مخصصة للدعارة المرخصة التي يشرف عليها الفاتح أردوغان.